دقيقة ممكن تنقذك وتنقذ مستقبل ابنك. تخيل ان اينشتاين لحد عمر كبير ما كانش بيعرف يقرا، وده سبب انه كان ضعيف في معظم المواد الدراسية، وكل المدرسين اعتبروه فاشل، لكنه تحول الى واحد من ابرز العباقرة في التاريخ. ومش بس اينشتاين، ده نفس اللي حصل مع اسحاق نيوتن، توماس اديسون، بيكاسو، وليوناردو دافنشي، واجاثيا كريستي. كلهم كانوا ضعاف جدا في المواد الدراسية، رغم كده تحولوا الى عباقرة. الحقيقة ان هم ما كانوش ضعاف بسبب ان هم كانوا اغبياء او اي قدرات عقلية، لكنهم كانوا مصابين بمتلازمة اسمها متلازمة ديسلكسيا او متلازمة صعوبة القراءة، ودي بتخلي الشخص مهما كان ذكي لكنه ما يقدرش يقرا ولو كلمات بسيطة، ونتيجة عدم القراءة والكتابة انه بيكون ضعيف في كل المواد الدراسية، فكل اللي حواليه بيعتبروه فاشل او غبي. وللاسف ده نفس اللي بيحصل مع اخوك او ابنك، او ممكن يكون حصل معاك انت شخصيا. كتير من اطفالنا بنقضي على مستقبلهم وندمرهم بسبب انهم مصابين بالمتلازمة دي، وبنعتبرهم فاشل او اغبياء رغم انهم بيكونوا عباقرة، بس احنا مش واخدين بالنا ازاي. خدوا بالكم من ولادكم، ولو عندهم المتلازمة دي اقفوا جنبهم، فكروهم بقصص الناس